زي ما Oh قريت في الفيديو man, وشفت I should في have finished الصورة those deep fried مصغرة، chicken wings from قدرت last تركب night. الحصان I'm الجديد وعملت بيه starving. خدعة أسطورية مش هتصدقها. تابع الفيديو للآخر عشان تشوف الخدعة دي. شوف ازاي ركبت الحصان الجديد اللي لسه منزلها شركة جارينا بخدعة جهنمية محدش قالك عليها قبل كده ولا حد هيعرفها غير العبد لله. متنساش الصلاة على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وانزل دلوقتي اخبط لايك، حط اشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة جبتلكوا أقوى وأفضل خدعة في تاريخ فري فاير، لسه حصريا وأول حد يتكلم عنها ومحدش يعرفها في تاريخ اللعبة. الخدعة دي Oh أسطورية، man, الخدعة دي I should have محدش finished those deep هيقولك fried chicken عليها. wings from last night. نفذها زي ما I'm أنا هعملها كده. starving. تابع الفيديو الآخر عشان تشوف الخدعة. ويلا بينا نشوف الخدعة بتاعت النهاردة. معانا 3 خدع أفضل من بعض، ولكن الخدعة الأخيرة هي إن أنت شفت العنوان بتاعها، عنوان الفيديو ده بتاعها والصورة مصغرة. هي أقوى خدعة في الخدع ال3. يلا بينا نشوف ال3 خدع اللي معانا اليوم. أول خدعة معانا وهي خدعة في منطقة البيك الجديدة. هقولك عطية تخش بيها الصحراء دي. الصخرة دي محدش يقدر يشوفك ولا حد يضربك. هتجيب البوابة دي وتحطها في نفس المكان اللي انا حطيتها، وتجيب تلجة وتحطها قدام البوابة اللي انت عاملها، وتركب البوابة هتلاقي نفسك دخلت جوه الصخرة. ولكن لسه مظبطتش، عاوزين ندخل جوه خالص. انت اخرك كده تدخل في المكان ده. هنركب تاني ونرجع ونحط كمان تلجة بعد التلجة دي على طول عشان ما نرجعش خالص ونخش جوه الصخرة نهائي. زي ما انت شايف كده. كده اقدر اخش واتمشى جوه الصخرة واستخبى واقدر فوز الجيم في مكاني. وهنا الزون معايا وتقدر تستخبى، محدش يقدر يجيبك خالص خالص خالص. خدعة دي ممتازة جدا جدا اللي بيلعب رانكد واللي بيلعب بيجمع نقط. الخدعة دي ممتازة هتنفعك جدا جدا ان انت تستخبى من اي عدو وتفوز الجيم بدون اي تعب. وخدعة ممتازة جدا جدا الكل يجربها. نروح لتاني خدعة معانا وهي خدعة كلاش سكواد الرانكد في المكان ده في الخريطة دي. هقولك طريقة تطلع بيها البيت ده في ثانية بدون أي حاجة، وتقدر تجيب بيه أعدائك كله وتجيب السكواد اللي قدامك. أول حاجة هتيجي في المكان ده تعمل سكوب، تفضل تدوس على بينط. تعمل سكوب وتدوس على بينط عشان ما تقعش. لازم السكوب. بعد كده تنط على الحاوية دي وبعدين تجري في المكان ده وتنط بسرعة. ولكن ما ظبطتش، هنجرب تاني ونحط تلجة زي التأكيد عشان تظبط معانا على طول. هتعمل سكوب زي ما اتعودنا وندوس على زرار اللي بيفط، تفضل تدوس عليه وانت عامل سكوب وتطلع في المكان ده وتيجي تحط تلجة عشان ايه تخلص على طول متوقعش تاني وتطلع البيت على طول وتطلع فوق السطح ده على طول. تقدر تجيب السكواد اللي قدامك كله وتفوز الجيم وانت فوق السطح ده. زي ما انت شايف كده حطينا التلجة ونطينا فوقها وطلعنا فوق البيت. وكده بسهولة تقدر تضرب السكواد اللي قدامك من تحت ومن فوق ومن اي مكان تقدر تجيبه. محدش هياخد باله منك فوق. زي ما انت شايف كده قدرت اجيب واحد وانا فوق اهو. مكان ممتاز جدا جدا للناس اللي بيلعبوا كلاش سكواد. ده افضل حل لفوز الجيم بسهولة وبدون اي تعب. نروح بقى للخدعة بتاعت اليوم، ودي الخدعة الاسطورية بتاعتنا النهاردة. عارفين المكان ده والحصان ده؟ تلك خدعة ممتازة جدا جدا. انت تيجي تركب في الصندوق ده تستخبى، محدش يقدر يجيبك مهما حصل. لو حتى قريب منك محدش هيقدر يجيبك خالص خالص خالص. يعني انت قاعد في صندوق محدش يقدر يموتك. لو هو قدامك حتى وعارف انك جوه مش هيقدر يموتك، لان مهما حط او ضرب مش هتدخل. زي ما انت شايف ده بحاول يضرب فيا وضربته وتنزل تاني. انت كل اللي هتعمله هتطلع تضرب العدو بسرعة وتنزل تاني. هو ما هيتخيلكش ان انت جوه الصندوق ده. انت تطلع بس تضرب ضربتين هتيجي في الراس اول ما يقرب منك. زي ما انت شايف كده محدش يتوقع انك جوه الصندوق ده، وتقدر تجيب الاعداء اللي قدامك واللي جنبك بسهولة. وهيستفيدك جدا جدا في لعب الرانكد ان انت وتجمع بيه كلات ممتازة. هذا الصندوق وهذا الحصان ممتاز جدا جدا
إضافة قوية من لعبة جارينيا في الجرافيك برضو، ولكن خدعة أسطورية الكل يستخدمها في نفس المكان ده والصندوق ده، عشان تقدر تجيب أي حد قدامك ومحدش يعرف انت فين أصلا، تطلع تجيب الكل وتنزل تاني تستخبى. وكده بقى وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس. كان معكم أخوكم عماد، ورمضان مبارك. سلام.